السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. معكم مطبخ الهمة السعدية. وصفتنا اليوم بسبوسة بالبرتقال ودانون ديال الفلو كراميل، كيجي رائع، كيعطيها إضافة رائعة، كتجي لذيذة بزاف. جربوها ما غتندموش. ما تنسونيش من الاشتراك ديالكم في القناة والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. بالنسبة للمكونات، هنايا في واحد البول وضعت 2 بيضات مع رشة ديال الملح مع كأس ديال العنبة ديال السكر. هنا غادي نخلط بالخلاط اليدوي، ممكن توضعوه في الخلاط الكهربائي وتخلطوا الكل. غادي نضيف نصف كأس ديال العنبة ايضا ديال زيت المائدة ونخلط مرة اخرى. غادي نضيف كأس ونصف ديال البرتقال، هنايا راه بان لكم غير كأس، النصف ما تصورش، ما عرفتش علاش. صافي غادي نضيف 2 دانون ديال الفلو كراميل. غير جربوها بهاد الفلو كراميل، كيجي رائع، فيها كتجي غزاله، ما تقنعوش منها. غادي نخلط كما كتلاحظوا حتى ندمجوا ليا العناصر. هنا غادي نضيف السميد و2 بيكين باودر، وغادي نضيف مرة أخرى كأس ونصف. هنا ضفت السميد تدريجيا، ضفت 2 كؤوس الأولين وعاد ضفت كأس ونصف وخليتها تتشربت 5 دقائق. من بعد غادي نصب الخليط في واحد المول اللي رشيته بالسميد وغادي ندخلها للفرن تحمر من الجهتين. هذا هو الشكل ديالها مني خرجتها وهي سخونه. غادي نسقيها بواحد الكأس ديال العنبه ديال البرتقال ونخليها تشرب. هنا اكتفيت بالنسبه للتزيين غير بالكوك وشطائر ديال البرتقال. كيبقى لكم الاختيار في التزيين، ممكن تزينوها بكوكون كونكاسي على حساب اللي بغيتو. هنا قطعتها باش نوريكم كي كتجي من الداخل، كتجي لذيذه بزاف رائعه. ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم ومن لي لايك. دمتم في رعاية الله، والى وصفة قادمة ان شاء الله.